الشبه طبي الدفعة المتخرجة 2016. مناصب عمل مؤجلة، وعود كاذبة، وشهادات غائبة، أسئلة ليس لها مجيب، ووزارة في صمت رهيب. طلبة وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم، هل ينتظرون في صمت أم يثورون من أجل حقهم الطائر؟ 245 انفيرمي يقول لك رانا في الموند وهو عنده 400 انفيرمي مريح. يتملكهم الخوف من مستقبلهم المجهول. طالبوا بحقنا في التوظيف، حقنا في ان يكون عندنا دبلوم كيف ناك المتخرجين الاخرين. علاش ما عندناش حتى دبلوم يثبت انه وفي النهاية لم يجدوا ضالتهم سوى في الإعلام والصحافة. البلاد، الخبر، الشروق، الفجر، والعديد منها. صحف كتبت فأبدعت، عبرت عن معاناة حقيقية يعيشونها طلبة الشبه طبي. وفي النهاية يبقى السؤال مطروح: هل تتحرك السلطات المعنية أخيرا، أم ستبقى صامتة إلى الأبد؟